السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ طبعا بمناسبة الحر الجامد اللي احنا فيه، وطبعا الحمد لله على كل شيء بيعمله ربنا. هنعمل حالة سهلة وسريعة كده في الجو ده، وهنفرح بيه اولادنا ونديهم طاقة ايجابية كده. حاجة تكون باردة كده وياكلوها ويستمتعوا بيها. هنعمل كنافة بالمانجا وطبقة من الجيلاتين بالكريمة في نفس الوقت. خليكم معايا، ما تروحوش بعيد. اتمنى ان الفيديو يكون طاقة ايجابية ليكم وتقوموا تعملوه فورا. هنبدأ مع بعض بسم الله. هنا انا كنت جبت كاسات الجيلي وغسلتها غسلة معتبرة كده وسبتها تنشف براحتها. شايفين؟ اللهم بارك. وبعدين حضرت المضرب بتاعي، ومعانا 2 بولة صغيرة، معانا البولة الكبيرة اللي هنعمل فيها الكريمة بتاعتنا. وبعدين نزلت ب125 جرام من بودرة الكريمة خام. 125 جرام يعني تمن كيلو تقريبا. وبعدين هننزل بميه متلجه من الفريزر، تكوني حاطه الازازه من قبل في الفريزر، تكون متلجه لدرجه ان انت ما تقدريش تشربيها. طبعا ال 125 جرام خدوا نص لتر من الميه المتلجه، وممكن تستبدلي الميه باللبن. هنفضل نضرب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طبعا مش عايزه انسى اقول لكم ان انا طبعا الكريمه، عشان بودره الكريمه كانت خام، نزلت عليها ب3 معالق من السكر البودر، سكر بودره. او ممكن لو مش عندك سكر بودره تاخدي شويه سكر كده وتضربيهم في المطحنه. لو مفيش مطحنه ممكن نحط سكر عادي، بس تضربي كويس لحد ما تتاكدي انه داب. هنا خلاص خدت تلت الكريمه وحطيتها في البولة الصغيرة دي عشان اشيلها في التلاجة ما تسحش. وهاخد الباقي احط عليه 2 معلقة كاكاو خام، طبعا لان انا وولادي بنموت في كريمة الشوكولاتة. الكاكاو الخام طبعا ما فيهوش سكر، فنزلت بمعلقة كمان من بودرة الكريمة كده، من بودرة السكر اسفة. كده اصبح معانا 4 معالق سكر بودرة. وبعد ما خلصنا الكاكاو وداب معانا كويس ووصلنا القوام اللي احنا عاوزينه، ننزل بقى بكريمة الشوكولاتة كمان في البولة التانية وندخلها التلاجة علشان ما تسيحش معانا في الجو الحر ده. وبعدين هنبدأ نجهز الحاجات التانية اللي هي الكنافة. وهنا انا كنت مجهزة الوok بتاعي القمر اللي احنا بنستخدمه دايما مع بعض، وعلى نار وسط هننزل بنص كيلو من الكنافة. انا جايباه من قبل ومجمداه في الفريزر عشان يبقى سهل الفرك والتكسير معايا بسهولة. شايفين؟ بينزل بسهولة زي الشعرية، قطع الشعرية صغيرة. وبعدين نزلت معلقتين من السمنة الكبار او زبدة لو عندك، وعلى نار وسط زي ما قلتلك. وهتبدأي في التقليب، ما توقفيش تقليب نهائي، واوعي تعلي النار. ممكن نعليها سيكة بسيطة في البداية علشان بس الرطوبة اللي في الكنافة تروح منها مكان الفريزر طبعا. وبعدين نخليها في الدرجة الوسط وتفضلي تقلبي تماما لحد ما توصلي للدرجة اللي هتشوفيها دلوقتي كده بدأت تصفر معانا، حاجة بسيطة. لازم تفضلي تقلبي واوعي تسهي عنها او تنسيها علشان ما تتلسعش منك. هنفضل نقلب لحد ما نوصل للون الذهبي. تمام كده بدأت تدخل في اللون الذهبي، اللهم بارك. لسه طبعا ما سبتهاش لحظة، فضلت اقلب لحد ما وصلت للون اللي انت هتشوفيه دلوقتي، وادي اللون النهائي، اللهم بارك. كده هنطفي النار مع بعض وننقلها من على العين السخنة لعين باردة، علشان هتفضل تاخد من سخونية الوok، ممكن تتلسع معاكي. لازم تنقليها على مكان بارد وتسيبيها لحد ما تبرد نهائي. كده بقى ندخل على الخطوة اللي بعدها، وهي طبقة الجيلاتين او الجيلي. هنا نزلت بلتر من المية المغلية، انا غليتها في الكاتل بصراحة. لتر 2 كيس جيلي بياخدوا لتر مية مغلية، اللهم بارك. نزلت بالمية المغلية، وبعدين هنزل ب2 ظرف من الجيلي بطعم المانجا، لان كله لازم يبقى بطعم المانجا. وهبدأ اقلبه لحد ما يدوب نهائي، اتأكد انه داب نهائي، مفيش تكتلات. تفضلي تقلبي لحد ما يوصل اللون اللي هتشوفيه دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تمام كده. طبعا هركنه على جنب لحد ما يبرد نهائي هو والكنافه، وهنبدأ نشتغل مع بعض زي ما هتشوفي دلوقتي. تمام كده كل حاجة كانت بردت معانا، الكنافة والجيلي. كده خرجت الكريمة من التلاجة، وكان عندي منجاية كبيرة قطعتها مكعبات، اللهم بارك. ادي المنجاية، وادي الكاسات بتاعة الجيلي، وادي الجيلي بارد، وادي الكنافة.
اول حاجه هنحطها طبقه من الكريمه الفانيليا في قاع الكاسات، وطبعا هزين بيها كل الجدران. انت ممكن تحطي كتله من الكريمه، مش لازم توزعها في كل الجدران، بس هم ولادي طلبوا مني ان انا اعمل كده عشان هم بيحبوا الكريمه وبيحبوا الشوكولاته كمان، بس الاكتر الشوكولاته بصراحه. وهننزل بطبقه من الكنافه. مش عايزه اطول عليكم كده، انا خلصت الكاسات كلها طبقه كنافه، وبعدين هنزل بطبقه بالشوكولاته، وبعدين بطبقه من المانجا. هم قالوا لي كده كفايه يا ماما، احنا عايزين الكاسات تكون كده، مش عايزين عليها طبقه جيلي. هتشوفوا النتيجه النهائيه هتكون تحفه ما شاء الله. ادي النتيجه النهائيه بتاعه الكاسات، اللهم بارك. وبعدين هنا كان معايا قالب بايركس اصغر مقاس تقريبا، اللي هو مقاس 26. نزلت بالمتبقي من كريمه الشوكولاته، وبعدين هحط طبقه من الكنافه، وبعدين هحط طبقه من الكريمه، وبعدين طبقه من المانجا، وطبقه كريمه تاني، وبعدين طبقه مانجا وعليها طبقه الجيلاتين او الجيلي. ودي كانت النتيجة النهائية. انا طبعا حاولت اسرع معاكم، لان لو فضلت طول الفيديو نشوف ايه الخطوات يبقى الفيديو هيطول جدا، وانا مش عايزه اطول عليكم. وادي النتيجة النهائية بحاول اوريه لكم من الجنب. شايفين الطبقات؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. النتيجة النهائية بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، تحفة، الله اكبر، عجبت الولاد جدا. اعمليها ومش هتندمي، وهتعجب ولادك جدا وهيطلبوها تاني. طبعا احنا في موسم المانجا دلوقتي، ما تضيعوش الفرصة. شايفين عدد الطبقات؟ والطعم روعة روعة روعة. وادي الكاسات الجيلي طبعا تحفة، وكان طبعا اختيار موفق منهم طبعا، انهم قالوا لي خليها لنا بالشوكولاتة، لان احنا بنحب الشوكولاتة قوي انا والولاد. وادي اللي هي القالب، تحفة وطعمها بيجنن. قومي يلا جربيها، المانجا دلوقتي رخيصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.